بقول لكم قصة صغيرة يعني ماني مطول وايد، وهي مدخل لحديثي عن شخص أو عن رجل أو عن نموذج كويتي. في وزير في الكويت، وزير في الوزارة الحالية، بعد ما يطلع من وزارته الساعة 2، خلينا نقول ساعات يقعد اجتماعات يطول للساعة 3. كل الناس تعتقد أن هذا الوزير يطلع مع سيارته، مع الدريول ماله، مع رفيجه، مع اللي هو، يروح البيت ينام ويطلع بعدين يتمشى أو يروح الدواوين ويرد. في بعض الوزراء يروحون الوزارة، لا، هذا الوزير مختلف. هذا الوزير أوجد نفس وزارته وستافها، أوجدها في البيت عنده. شيء غريب. أنا كنت أسمع أن في ناس تحب الكويت، وأنا أزعم أني أنا أحدهم، وأعتقد أن في سلوكي أنا أخدم بلدي، لكن ما أعتقد مر على الكويت من أول وزارة في الاستقلال إلى اليوم مثل هذا الوزير. يمكن مر وأنا ما سمعت فيه، لكن هذا سمعت وشفت. رجل يطلع من الوزارة بعد ما يداوم فيها من 8 9 ل 2، أنا أقول رسمي يداوم 6 ساعات أو 7 ساعات، يداوم مثلهم في بيته، والستاف ينتقل وياه ويتابع كل صغيرة وكبيرة. مثل هذا الوزير لو وجد في كل الوزارات شلون راح تصير الكويت؟ أنا أهني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باختياره لهذه الكفاءة، وأهني صاحب السمو على قبول أن يكون هذا الوزير وزيرا في حكومة دولة الكويت. وأنا أقسمت بأغلظ الإيمان أني ما يجيب اسمه، هو رفض، وأنا عرفت عن طريق الصدفة، لكن هو اتصل فيني قال لي أرجوك أبو أنور، أنا قاعد أعمل الكويت، ماني محتاج أحد يقول أن أنا عملت أو ما عملت. فبيض الله وجهك، وعسى الله يرزقنا وزراء مثلك. عشان أختم يعني، أنا جايب ورقتي معاي فيعني شوفوا الموضوع. أنا بتكلم الآن عن ياسر أبل وزير الإسكان، هذا الشاب اليافع طلع في التلفزيون، طلع في الإعلام، قال أنا بوزع 12,000 بناء على خطة موضوعة. طبعا ياسر ما سواها بروحه، بناء على خطة موضوعة مجلس وزراء وجهود مجلس الأمة، الإخوان في بعض الإخوان في مجلس الأمة. طلع في 19/3/2014 قال إني أنا حوزع 12,000 رعاية سكنية، وحدة سكنية. احنا اليوم 11/3. ياسر أبل وزع 10,603 وحدة سكنية، وباجي شهر على السنة المالية فراح يوصل. ماشي. عنده 1397 جاهزة للتوزيع، تنطر بس الإجراءات، فلما نجمعها خلصنا 12,000. في شيء جديد سواه ياسر أبل والفريق اللي معاه، تتزوج اليوم الأحد، خلينا نقول خطبت، خلينا نبتدي من الخطبة، رحت خطبت، خلينا نبتدي شلون شفتها بالأفنيو الاثنين، يازت لك حلوة، أنت كذي، أنت تبي واحدة حلوة، يبدو رقمهم، أمك دقت الخميس اللي وراه ملشت. الحين أنت شفتها بالاثنين، ملشت الخميس من اللي وراه اللي عقبه 10 أيام، تزوجت الخميس ملكه، الأحد تقعد الصبح، أنت معرس مالك خلق تطلع تروح وكذا، صعبة شوي، تقول حق أخوك هاك أوراق يقدمهم الأسكان، قدمتهم الحين متى؟ الأحد، نقول الاثنين، يعني بعد أسبوعين من شوفتك حق البنت اللي صارت زوجتك، قدمت الاثنين اللي وراه تستلم أرضك 600 متر في الوفرة. تقول أنا شو وديني الوفرة؟ اركد، أنت توك متزوج في عمرك 22 23، يعني تبني بيت أول يوم، منو يقعد فيه؟ تسوي سرداب حق منو؟ حق الينان وين؟ فتخيل 13 يوم بالضبط، اسبوعين، تقدم طلب يقول لك هاك تفضل، هذه ارضك حددناها في الوفره 600 متر، في الاربع 5 سنوات اللي انت قاعد تبني اسرتك، تسوي بنيه وتسوي صبي ولا انت خالص الحين. وفي شخص سواها اليوم، قدم اليوم فراح يخلص بعد 14 يوم. موضوع مو هني، قلت لكم يعني هذا ياسر أبل شيء غريب.
وزع من هذه يوم 8 ايام 1250 قسيمه. خذوا استلموا 1250 كويتي، استلموا 600 متر اللي تزوجوا توهم حديثي الزواج، فيقول لك هذا انا احطها في خطتي القادمه وابنيها اسويها 20 دور اللي هو، وعنده 419 طلب جاهزين. يبا انا قسمت اصوم 3 ايام. تدرون الوزير اللي يشتغل ببيته منه؟ ياسر ابو. ما ابو حسن اسمح لي، اسمح لي، انت منظر ايجابي من بلدي، انت ظاهره مو موجوده. هذا الوزير وزير الاسكان هو اللي يطلع من يطلع من وزارته يفتح وزارته في البيت، وقاعد يكرف كرف مو طبيعي، وبر في قسمه. هذول الوزراء اللي نحتاجهم. انا ما ابي وزير عمره 700، انا احتاج وزير من هذا النوع. فشكرا مرة أخرى لرئيس مجلس الوزراء على خياره الجميل في ياسر أبل، وشكرا مرة أخرى لسمو الأمير على مصادقته على هذا الوزير، وشكرا لياسر أبل. وأعتقد لو كانت أخطائك بحجم أعمالك فحنا حنتقبلها، أفضل من وزير نايم ما يشتغل ويخطئ. فهذا الوزير أنا أقول له أنت يوم من الأيام كنت رياضي وفي نادي العربي، فأعتقد جمهور العربي مثل ما يشجع فريقه يجب أن يشجع ياسر أبل.